السلام عليكم اعزائي المتتبعين، لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا اعزائي المتتبعين، جيتكم بفيديو جديد اليوم ان شاء الله اللي غنشاركو معكم وعلى اللي غنحطو في القناه. شحال نزلت شي فيديو. بغيت نشارك معكم اليوم سكسو الطريقه ديالي انايا، الطريقه اللي كانت كتعملو الوالده ديالي. وجيت نقدمكم المقادير ديالي. سكسو على قد الحال اللي كنعملوه حنا دائما في الدار، سكسو بالخضره وباللحم ان شاء الله يا ربي. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تشاركوا معايا في القناه. نقدمكم المقادير ديال الطعام اللي باش نعملو اليوم بالخضره. هانتوما كما كتشوفوا هي الخضره. عملت الجعده، عملت جوج ديال الجعدات على حساب شحال بيرسونات معكم في الدار. عملت انا جوج جعدات، نص ديال القرعه الحمراء، نص ديالها مقسوم على جوج. عملت القرعه الخضراء، عملت وحده مقسومه عندي على جوج. عملت الكرومب باش النص، عملت نص صغير ديال الكرومب. عملت واحد الفلفله خضراء، انا كنعمل الفلفله، حتى الفلفله كنعملها. المهم كيقول لك سبع خضاري ولا ما يدخلش لداري. عملت هذه بصله نقطعها مع اللحم، وعندي واحد طوماطيش كنعمل معها حتى طوماطيش. طوماطيش هذه قاصحه، ثقبتها بالماء باش تدخل فيها الطياب شويه لان هي قاصحه بحال البطاطا. عملت واحد اللفت مقسوم على جوج. طبعا انا كتعجبني البطاطا. عملت البطاطا، عملت واحد البطاطا صغيره. كاين الناس اللي كتعجبهم البطاطا، كاين ما كتعجبوش ما كيعملهاش. المهم انا فت 7 الخضر، عملت 8 بالبطاطا، عملت 8 الربيع باش نقطعوا مع اللحم والبصل. وكنزيد حتى كنزيد معاه حتى طوماطيش كنقطع معاه مع ملي كنعمل اللحم والربيع والبصل. كنقطع معها واحد المهم جوج طوماطيشات صغارين ولا وحده كبيره باش كنعرقوا معاها. وندوزو للمقادير الثانيين. عندي هنايا اللحم، عملت اللحم ديال الغلمي. هانتوما عملت كيلو وربع د اللحم قطعتها. هذه دابا عندي مقطعه، كانوا ظروفها كبارين، مغسوله نتوما كما كتشوفوا. المقادير اخرين عندي هنايا اللقامه. عملت واحد البنه دكنور ديال البكري، شويه ديال الملحه، وهذا شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعفران، هذا الزعفران، وشويه السمن، نص كوجره صغيره د السمن حيتاش انا ما السمن في الطعام. وهذا وشويه ديال الخنخبري، الزنجبيل، شويه ديال الخنخبري. وعملت الزعفران حر شعره، وفتيوته ديال راس الحوانت على حساب اللحم. كيعجبني انا نعمل شويه راس الحوانت، الا ما عملتش القرفه لان القرفه كتكون مع الطعم ديال اللي كيكون بالتفايه. اللي كنعمل بها انا الطعام ان شاء الله غيجي لذيذ بهاد التوابل اللي عملت، سمن وزعفران حار وهذا يا. ونشوف ان شاء الله الطعام كيفاش غيجينا اليوم، ان شاء الله يعجبكم. كما كتشوفوا انا رجعت اللحم تعرق. دابا غادي نقطع البصل ونقطع الربيع، من بعد نضيف التوابل. خليكم معايا للنهايه. كما كتشوفوا هنايا زدت واحد طوماطيشه قطعتها، غنزيدها مع البصل. وعندي واحد طوماطيشه اخرى اللي كنت صورت قبل، هذيك غادي نطيبها مع الخضره باش غنزلها فوق سكسو. والبصله هانتوما انا معذبه في التصوير لان كنصور بيدي، يعني واحد يد كيصور واحد يد كيقابل. دابا هانتوما كما كتشوفوا رجعت كلشي تعرق. قطع ديك الطوماطيشه، البصل، الربيع. دابا باش نضيف التوابل وعادي نخلي
تحمر وتعرق مزيان مزيان. ديك الساعيتك عاد راني نعمل المرق نمرقها نخليها طيب على خضرها. انا ضفت لها دابا لي خمر، ضفت لها كلشي صافي غنخليها تعرق كما كتشوفوا. ودابا باش نمشي نقصوا لها نقطع معدله هذاك شويه د الربيع حتى نعدلوا الخضره من فوق ان شاء الله. ساعدك نلويه ونسيبو من فوق الخضره باش يطلق شويه المذاق. هانتوما اعزائي المتتبعين الطعام ديالي ها هو عملته في القصعه. باش نغسلو دابا نغسلو شويه د الماء سخونين ونصفيه ونعملو شويه د الملح ونخليه يتنفخ شويه يرتاح ويتنفخ شويه حتى نعملو يبخر يطيبو. واللحم هي عندي كطيب طعمها هو. وبالنسبه للحمص انا فتحت الردومه غسلته خليته. هانتوما اعزائي المتتبعين الطعام ديالي انا غسلته بالماء سخونين، غسلته بالماء سخون وصفيته وعملت له شويه د الملح ودابا غنخلطوه مزيان وغنخليه يرتاح شويه ويتنفخ شويه. نقولوا لي الماء نعمل له يتبخر التبخيره الاولى وكنقلبو كنفسخو شويه بالزيت كنخليه يتبخر زعما بسطانتي كنخليه يتبخر مزيان. وملي كنقلبو كنفسخو شويه د الزيت وندير شويه فتوته د الماء حتى شويه د الماء باش ما كيحرقنيش في يدي. والتبخيره الاخريه حتى كيتبخر عاود مزيان هذيك التبخيره الاخريه كنضيف له السمن صافي السمن وصافي تنخليه في هاد القصعانيت غنسقه. هانتوما اعزائي المتتبعين الطنجره ديالي عملت يطيبو الطعام عملته يبخر ها هو كيبخر. انا كنعمل فيه واحد الفلفله من ديك الحر كنغسلها وكنحطها في الطعام ما كنقطعهاش كنحطها هذيك مكموله وكنخليها حتى كيبخر ومن بعد كنحيدها. ولكن ما عملتهاش ما عنديش ما عملتهاش دابا هو كيبخر التبخيره الاولى. عملت له واحد الميكام هنا باش ما يخرجش ديك الربو من حواشي الطنجره. والطنجره ديالي هي كطير ها هي ماشيه. من بعد نعمل الخضره دابا شويه نحط لها الخضره ايوا حتى النهايه ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا اعزائي المتتبعين الطعام ديالنا بخرته التبخيره الاولى خليته يتبخر باستانتي. ودابا غادي نفسخوه بشويه ديال الزيت وشويه ديال الماء كنمشي شويه الماء حتى ما يشوتنيش في يدي. كنفسخوه بكوتشاره واحد اليد بكوتشاره واحد اليد بيدي وغنرجعو يبخر التبخيره الاخرانيه. ديك الساعيتك غادي نعمل له ديك السمن اللي بقالي. والخضره عملت الطيب دابا هي تقريبا لا يطيب. هانتوما كما كتشوفوا هي الخضره كطيب كامله عملت هانتوما اعزائي المتتبعين كما كتشوفوا انا بخرت التبخيره الثانيه حطيته دابا في القصعه صافي باش نفسخو مزيان. فسختو شويه ولكن غنزيد نفسخو. درتو السمن ها هو السمن دابا درتو صافي. من بعد عاد الحمص ضفتو للخضره دابا غادي نسقيه وننزل الخضره وننزل اللحم وخليكم معايا حتى النهايه. درت شويه د الهريسه كاينه اللي كتعجبني الهريسه كاين اللي انا تعجبني شويه درتها مع المرق. اللي بغى يسقي بالهريسه كتجي الصراحه مزيونه كل واحد الذوق ديالو. نتوما اعزائي المتتبعين ها هو الطعام ديالنا خرجنا هي الخضيره ديالنا كما كتشوفوها هي مكموله كيف ما حطيتها. الجعده قراع بطاطا كرنب عملته في الوسط وفوق منه اللحم الحمص صافي سقيتو. دابا غنمشيو ناكلو ما حطيتوش كامل حطيت عليه عادي يعني ناكلو. وعملت هنا شويه ديال الهريسه حاره اللي كتعجبو وعملت عليها شويه ديال المرق وخلطتهم. كيعجبني نسقي به باش ناكل اللي كتعجبو يعملها صراحه الله كتجي جديد. جا واعر هو 7 خضاري ولا ما يدخلش لداري. وعاد زدت انا واحد الخضره من عندي دائما كنزيد البطاطا. ايوا كما كتشوف الصراحه الله نسمه السمن والنسمه اللحم طالعه كتحمق والله العظيم ماشي ما جيني بوسو فيا في الكوزينه كيقول لي تبارك الله عليك. وهذه مكلتي اليوم نتمنى ان شاء الله تعجبكم.
المهم هذه الطريقه اللي كيعملوها بها الناس الشمال، خصوصا ناس تطوان. وبغيت نعرفكم بالمنطقه ديالي اللي كنعملوها حنا بها بهذه الطريقه. كل واحد وطريقته، ولكن حنا اذا كنعدلوه المنطقه ديالي اقليم تطوان، عين الحصن، انجره. منطقه صراحه الله سياحيه بزاف. ما كاينش اللي ما تعرفهاش. الناس تطوان والناس الشمال كاملين تعرفوها، الناس الداخل قليل اللي تعرفها، واللي ما تعرفهاش مرحبا به عندنا. والدنيا غزاله، ولا في الشتاء ولا في الصيف، وكتكون الدنيا عمرة، والدنيا رجعت يعني تما رجعت حضاريه. كاين الماء، كاين الضوء، كاين انترنت، كاين كلشي. وانا شاركت معكم هذا الفيديو هذا على حكم انا مقيمه في اسبانيا، وانتم كتعرفوا ان الشمال راه اسبانيا والمغرب راهم جيران قرابين بعضهم. وشاركت معكم هذا الفيديو من مدينه اسبانيا فينيدورم. ونتمنى البنات هذا الفيديو هذا يعجبكم، وتابوناو معايا في القناه ديالي، وتعاونوني في الكومونتيرات وفي اللايك وجمعه مباركه، وتبقوا على خير الساعه. فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. معكم عالم متنوع فاتي.